هناخد كام ملاحظة كده في اللغة الفرنسية. عندنا حرف الآش الآش أو الاتش في اللغة الإنجليزية. الآش لما بيجي في أول الكلمة بتبقى silent، يعني الآش لو جت في أول الكلمة بتبقى ايه؟ silent. زي اوبيتال اللي هي مستشفى، اوبيتال ما نطقتش الاتش لأن هي silent. طيب اوم دي يعني رجل، الاتش لما بتيجي في اول الكلمة بتبقى silent. اوم ما نطقتش الاتش او الاش باللغة الفرنسية. طيب تاني حاجة عندي الاي اي يو والاي يو بينطقوا او، زي كادو نطقت الاي اي يو او معناها هدية كادو. شاتو اللي هو قصر، نطقت الاي اي يو او. تغيفو نطقت الاي يو او، تغيفو اعمال. عندنا بقى الاقصونات اللي احنا بنتلخبط فيها، اقصو تغي واقصو جراف واقصو سيغ كونفليكس. تغي جراف سيغ كونفليكس. تيجي اللي هي الشرطة ناحية الشمال، جراف اللي هي الشرطة ناحية اليمين، سيغ كونفليكس اللي هي 8. طيب ميزتهم ايه بقى، او هما بيجوا بيعملوا ايه؟ بيغيرولي اول حاجة النطق، تاني حاجة المعنى. ماشي، زي مثلا او الاتنين زي بعض، بس انا لو جيت حطيت على اليو دي اقصو جغاف غيرت لي المعنى، دي معناها اين ودي اصبحت معناها او، يبقى كده غيرت لي المعنى. طيب هي الاقصونات دي بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الحروف المتحركة، وهنعرف في الفيديو التاني الحروف المتحركة دي هي ايه، ولما الاقصونات بتيجي معاها بتعمل ايه.